إيه أنيب يسبب صداع التوتر؟ أولاً، صداع التوتر هو حالة الشخص بيكون عنده صداع، وغالباً بيكون في مؤخرة الرأس شفطة. عموما. وكمان يعني الشخص بيعاني جامد لأن الصداع ده ممكن يتكرر وممكن يكون متكرر بشكل مستمر، وأحيانا في الحالات الشديدة بيكون عندهم تقريبا يعني صداع يومي. ومع الصداع بيكون عندهم مشاكل تانية زي إنهم بسبب الألم مش قادرين يركزوا في شغلهم اليومي أو في شغلهم، ولو الشخص طالب مش بيقدر يركز في مذاكرته، وهذا أيضا يؤثر على جودة نومهم. وطبعا لما حد يكون عنده ألم ده بيؤثر على علاقته بأصحابه وأفراد عيلته، فبشكل عام هو مرض فعلا بيشل الحياة. دلوقتي لو بصينا على يعني إيه اللي بيسبب صداع التوتر، فأول حاجة زي ما الاسم بيقول توتر، يعني هو فعلا التوتر. ولما بنقول توتر بنتكلم عن التوتر النفسي وكمان التوتر الجسدي. أول حاجة هتكلم عنها هي التوتر النفسي أو الضغط العصبي. لما بشوف المرضى في العيادة الخارجية نادر جدا حد يقول لي يا دكتور أنا مش متوتر خالص، وده معناه إن تقريبا كل الناس عندها توتر. التوتر ده ممكن يجي من الشغل أو العمل أو العلاقات بين الناس، وأحيانا من الضغوط المالية. دي أنواع مختلفة من التوتر اللي الناس بتتعرض لها، ولو زادت عن حدها ممكن تسبب صداع التوتر. الثاني هو التوتر الجسدي. دلوقتي ساعات الشغل بقت طويلة، وكمن أغلب الشغل بقي قاعدي، يعني الناس بتقعد تبص على اللابتوب أو التابلت أو الموبايل لفترات طويلة، وده بيحد ضغط وتوتر كبير على عضلات مؤخرة الرأس والرقبة، وده واحد من الأسباب اللي بتسبب الصداع. الثالث هو قلة النوم. النوم يعتبر من أقوى الحاجات اللي بتحمي الجسم من الأمراض. قلة النوم بتسبب أمراض أكتر، ودلوقتي أغلب الناس زي ما أنت عارف بيعانوا من قلة النوم. يعني الطبيعي إن مدة النوم تكون من 7 ل 9 ساعات، لكن بنلاقي ناس بتنام من 4 أو 5 ساعات بس. وقلة النوم كمان ممكن تسبب صداع التوتر. وكمان في حاجة تانية وهي الشغل الكثير، لأننا عارفين إن بعض الرؤساء التنفيذيين المشهورين في شركات كبيرة بيعتبروا إن شغل 70 ساعة في الأسبوع حاجة عظيمة. دي ممكن يكون كويس للشركات، لكن أكيد بالنسبة للفرد الشغل الكثير مش كويس. والشغل الكثير اللي هو زي 14 أو 13 ساعة في اليوم يوم ورا يوم أكيد بيحد ضغط أكثر على العضلات، وده ممكن يسبب صداع التوتر. وأخيرا دور النشاط البدني. النشاط البدني اللي هو حوالي 300 دقيقة في الأسبوع نشاط بدني معتدل مطلوب وموصى به، لكن كثير من الناس تقريبا 60 أو 70% من الناس مش بيحققوا الشرط ده بعدم وجود نشاط بدني، سواء كان نشاط هوائي زي المشي أو تمارين الإطالة وتقوية العضلات. لو الناس مش بيعملوا دي بشكل كافي بردة دي ممكن يزيد من خطر الإصابة بصداع التوتر. فببساطة لو عايزين نتجنب صداع التوتر أول حاجة لازم نعملها هي إننا نتحكم في مستويات التوتر عندنا ونحاول نقللها. نظم شغلك، يعني حاول يكون عندك عدد ساعات عمل معقول، مثلا من 8 ل 9 ساعات في اليوم، وكمان خد فترات راحة بشكل منتظم. ولو بتشتغل على الكمبيوتر لفترات طويلة في قاعدة اسمها 20 شرطة 20 شرطة 20، يعني كل 20 دقيقة تبص على حاجة على بعد 20 قدم لمدة 20 ثانية، وده بيخفف الضغط عن رقبتك. في حاجة اسمها متلازمة رقبة النص، ودي بتحصل لما تفضل تبص في موبايلك لفترة طويلة، وبردة ده ممكن يزود الصداع وآلام الرقبة عندك. وأخيرا في دور للنشاط البدني، يعني حاول تمارس نشاط بدني بشكل منتظم وعمل تمارين إطالة للرقبة والظهر، وبكده فعلا نقلل من حدوث صداع التوتر.